تعالوا بقى نفرح الولاد في العيد ونعمل لهم حاجة كده سهلة وسريعة ومش مكلفة ومن غير أي مجهود خالص، وحاجة كده شكلها حلو جدا والولاد هيفرحوا بيها ويشكروك عليها. شايفين الجمال؟ حاجة كده حلوة كده على السريع ومن غير فرن بقى، من غير تكلفة أساسا، يعني كل حاجة فيها سهلة وبسيطة ومش مكلفة وشكلها حلو جدا والولاد هيفرحوا بيها. نصلي بقى على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشوف بقى احنا عملنا الجمال ده ازاي. هنجيب بسكوت أوريو، يعني 3 بواكي البسكوت دول ب10 جنيه، مش مكلف حاجة كده، يعني ايه مش مكلفة خالص. وعصيان اللي هو الآيس كريم، وقطعة شوكولاتة خام كده هتسيحي، هتعملي لها بحمام بخار يعني كده مع معلقة زيت كبيرة وبس كده. شايفين المكونات بتاعتنا سهلة جدا ومش مكلفة خالص، يعني ب10 جنيه بسكوت وقطعة شوكولاتة هتفرحي الولاد يوم العيد كده وتقولهم كل سنة وانتوا طيبين، وكل طفل بقى تديله حاجة حلوة من دي هيفرحوا بيها جدا، شكلها حلو وطعمها جميل جدا. انا حطيت بقى ايه عصايه الايس كريم كده بين البسكوتين بس بالراحه علشان ما تتكسرش منك. غطسناها بقى في الايه في الشوكولاته اللي احنا عملنا حمام بخار، يعني مسيحين قطعه الشوكولاته دي على حمام بخار يا جماعه، يعني بوله صغيره كده فيها الشوكولاته وتحت بقى كده ميه بتغلي وبتسيح مع معلقه زيت كبيره وبس كده. سبرينكل بقى اي حاجة موجودة عندك ممكن تحطيها كده، الحاجات دي الالوان دي الولاد بيحبوها جدا وبيفرحوا بيها قوي. هنحطها بقى فوق الشوكولاتة بتاعتنا هتجمد، وبعدين ايه القطعة اللي نخلصها على الفريزر على طول. يعني انا جبت قطعة فل كده وغرست فيها العصيان دي علشان خاطر تفضل واقفة كده، او لو مش عندك قطعة فل او حاجة هتحطها على ورقة زبدة عادي جدا وتحطها في الفريزر هتجمد 5 دقايق بالظبط وهتطلعيها. شايفين يا بنات حاجة سهلة جدا ازاي ومش مكلفة خالص وشكلها وطعمها جميل جدا. يعني الولاد كلهم اصلا بيحبوا الشوكولاتة وكلهم بيحبوا الاوريو برضه طعمه جميل جدا، فاحنا غيرنا لهم بقى شكله كده، يعني خلينا شكله ظريف كده. الولاد بتحب الالوان وبتحب الشوكولاتة كده وشكلها جميل وطعمها جميل ما شاء الله. نصلي بقى على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعمل لايك للفيديو، ولو مشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا كده بقى بعد ما قعدت 5 دقايق في الفريزر واتجمدت، جبت بقى ايه الورق بتاع الكب كيك ده وغلفنا بقى بيه القطع بتاعتنا بتاعت البسكوت. شايفين شكلها عامل ازاي بنات؟ حلوة جدا، فرحي الولاد فعلا هيفرحوا بيها قوي قوي لما تعملها له. وانتي كده كده يعني ما عملتيش حاجة، يعني ما ولا مجهود ولا اي حاجة خالص، مش هتاخد معاكي دقيقتين بالظبط. شايفين جمالها عاملة ازاي؟ ما شاء الله عليها تحفة بجد. اعمليها وفرحي الولاد بيها في يوم العيد، وكل سنة وانتوا طيبين، وجربوها وبألف هنا وشفا للي جربها.